بالظبط. دكتور ابراهيم، حضرتك رافع ايدك عايز تقول على التعليق. دكتور ابراهيم عبد السلام معانا؟ لا مش معانا. طيب تحب نبدا يا دكتور وائل؟ ان شاء الله. وطبعا احنا طيب. هنبقى القصه اللي عايز اقولها طبعا انها تفاعليه. احنا زي ما انا قلت كده، احنا هندي لبعض الهرمونات السعاده. انا يعني هتكلم عنها بشكل يعني متخصص شويه عشان انا بحبها وبحب اقولها، بس كلكم هتقولوا. انما هنحاول زي ما حضرتك قلتي كده. اولا كلنا نقفل نعمل ميوت، دي نمره واحد. ونمره اتنين، يا ريت ان احنا اللي عايز يسال يرفع ايده. وحضرتك يا دكتوره عبير اللي تقولي بقى، عشان خاطر انا مش عايز نطول كتير، عايزين نقول الموضوع سريعا ان شاء الله. تمام، اتفضل يا دكتور وائل اتفضل. ربنا، مش هتقدميني طيب ولا ايه؟ ايوه طبعا، ايوه طيب طبعا. قولي قدميني بقى عشان احنا طبعا يسعدنا النهارده معانا دكتور وائل صفوت. دكتور وائل استشاري الباطنه وعلاج التدخين بالمعهد القومي للاورام. وطبعا هو بيسعدنا دايما بندواته وبمحاضراته سواء كان ضد التدخين او عن السعاده. فالنهارده ان شاء الله بقى اسيب حضراتكم معاه، مش هاخد اكتر من كده، وهسيبه هو لان التايتلز بتاعته كتيره. هسيبه هو بقى يعني يمتعنا ان شاء الله بالمحاضره. اتفضل اتفضل يا ربنا دكتور. يبارك لك، ربنا يبارك لك. وطبعا اضيف للي حضرتك قلتيه طبعا ان انا يعني طبعا انا بتشرف طبعا بان احنا مع المعهد وبنعمل انشطه كتيره جدا بجد. دكتوره عبير ودكتور طارق، وطبعا وراهم طبعا دكتور حاتم. عندهم رساله جميله طبعا. حته اللقاءات اللي احنا بنعملها ديت، سواء بقى كانت مباشره او فيرتشوال، مهمه جدا جدا لبناء مجتمع متكامل كده بيسعى للترويج للصحه ان شاء الله. فطبعا ده انا بشكركم شكرا جزيلا في الاول. وعايز اضيف طبعا ان انا مذيع في بعض البرامج وكده، فهتلاقوني ساعات كده ايه، بستغل بقى الحته بتاعت الاذاعه في صوت العرب. ما وبرضه شاء الله. بعمل دعايه لنفسي برضه عشان خاطر تتابعوني، وابقى انا فانز بقى والناس تتابعني وابقى معجبين ومعجبات وكده. ببحث عن كده طبعا يعني. انا اول فان لحضرتك، يا ريت ربنا يبارك اتواصل مع حضرتك على الخاص. ان شاء الله ان شاء الله. انا دكتوره حياه. انا استاذ في علوم التمريض، بس انا دلوقتي بشتغل في نيجيريا. انا اصلا بنت القاهره، بس حلو انا قوي. بشتغل في نيجيريا دلوقتي. يا تمام. ريت انا اتواصل مع حضرتك على الخاص، بنعمل شغل بقى ان شاء يعني. الله ان ال- شاء الله ان شاء باذن الله. الله، باذن بس هي الله يا لازم فندم. المعهد اساسي في القصه، لان هو المعهد انا ابن المعهد، وفي نفس الوقت هم اللي فعلا عندهم الرؤيه. تعاون اكاديمي. فنعمل مع بعض تعاون. حاجه مع بعض كلنا ان شاء الله ان شاء الله يعني. تعاون اكاديمي، يعني برزنتيشن هنا، برزنتيشن كده، زوم، ماشي. ونتكلم على حاجات، لان انا نفسي نتكلم على هاو تو كوب. حلو يعني قوي. السعاده جميله قوي، بس هاو تو كوب. يعني احنا تمام. كلنا محتاجين ان احنا نعمل كوبينج مع كل سيتويشن، صح مع صح. اي حاجه. دي انا كنت بحضر محاضره على كده اهوت. بس ادام حضرتك جيت، ممكن نشتغل سوا مع ان بعضنا شاء الله ان شاء ونعمل الله هاو تو كوب. ان شاء ميرسي يا الله. فندم. طيب انا طبعا هستأذن عارض حضراتكم البرزنتيشن نعمل اهو. ميوت. نعمل ميوت مم. للصوت. هستأذن حضراتكم جميعا نعمل ميوت للصوت علشان نسمع دكتور وائل، او او دكتور وائل من اللي عند حضرتك تعمل ميوت اول برضو ما انا ممكن يعني. بفكر. حاضر. تمام. اه خلاص اتفضل يا فندم اتفضل. طبعا انا الصوره الاولانيه انتوا شايفين طبعا البرزنتيشن. اه تمام ايوه واضحه. يا فندم. انا طبعا حاطط صوره احمد وكريم. احمد وكريم خلاص يلا دول كمل، انت كده كده اولادي. نزلت، ما تكمل ايه ايه. بمزاجك اساسا. لا مش سامع حاجه بتقولي ايه. طيب انا هعمل بس ميوت دلوقتي، وبعد كده فعلا اللي عايز يعمل حاجه او اللي معانا يبتدي ان هو يرفع ايده، وان شاء الله هتبقى الدكتوره اعاده تعتمد على عبير. الكلمات اللي بعدها، لو لقيت هناك غلط مفيش اعاده لحاجه. طيب انا عملت ميوت حاليا دلوقتي اهو، وهشير سكرين تاني. معلش. طيب طبعا انا بقول ان انا حاطط صور ولادي لان هم سبب سعادتي وسبب شغلي في مكافحه التدخين. ومش ولادي بس، ولاد كل الناس. موضوع التدخين انا معتنقه بقالي من 2000 تقريبا و8 حتى الان. انا يعني كنت مدخن وبطلت في سنه 2000. ما عملتش حاجه في مكافحه التدخين ولا اي نشاط الا بعد 2003 لما لقيت ان احنا ان شاء الله ممكن نعمل حاجه كاطباء مهمه للحياه، ندي رساله.
وطبعا ولادي بقى بعد كده كانوا هم سبب تبطيلي وسبب شغلي، وعايزه يعني ننقذ جيل كامل من التدخين، ومن ان هم شركات التبغ تضحك عليهم وتدخلهم في العالم بتاعهم. فطبعا انا بتكلم على الاندورفين او هرمونات السعاده. طبعا قبل لما نبتدي كنا بنتكلم مع بعض، وبعض الناس قالت طبعا الميلاتونين، وبعض الناس قالت ان هو الاندورفينز، وبعض الناس قالت الدوبامين. هي مجموعه من الحاجات. يعني انا طبعا في البرزنتيشن كاتب الاندورفين بشكل اساسي، لان هو من الحاجات المهمه جدا اللي في الاخر الجسم بيكونها لما تتفرز اي هرمونات. وطبعا ده بيتفرز من غده موجوده في المخ، وطبعا في بعض الاطراف، في بعض الاماكن برضو الطرفيه. وعشان كده لما في ناس بتعالج الالم مثلا بتدي جلسات على الرجل، فبتطلع الاندورفينز اللي هي بتساعد على علاج الالم، بس هي في المخ ليها دور الانبساط شويه، او يعني تحقيق الاسترخاء بمعنى اصح. علشان كده برضو الاندورفين دي المادة برضو اللي بتفرزها السيدة الحامل أثناء الولادة، فبيبقى الألم أخف. وطبعا البنات دلوقتي دلاليع شوية، فبيبقوا عايزين جرعات تانية وبيلجأوا للموضوع السيزيريان والكلام ده، عشان مش عايزين حتى يشعروا بالألم ده ولا المتعة بتاعت الولادة نفسها. فده أحد الحاجات طبعا اللي أنا كاتبه ده بناء على دراسات كثيرة، إن الفلفل الحار والشوكولاتة والمواد السكرية والدهون والجماع وحاجات كثيرة جدا بتساعد على إفراز هرمونات السعادة، والجهد البدني اللي هو الرياضة بتساعد عليها. وعلى فكرة برضو أفلام الرعب والتعرض للأشعة وللشمس، المخدرات، الحاجات دي كلها بتساعد على إفراز هذه المادة. وهنشرح حتى وهنشوفها دلوقتي فين بالظبط بتفرز وإيه اللي بيساعد على إفرازها. بس الكلمة الأخيرة اللي هو إن النيكوتين كمان بيفعل ذلك. يعني النيكوتين أحد الحاجات اللي بتساعد على إفراز هرمونات السعادة. بس مش معنى كده إن حضرتك أو حضرتك تشربوا سجاير أو شيشة أو فيب علشان نفرز الهرمونات. عندنا كل الحاجات اللي أنا قلتها فوق دي، في فلفل، في شوكولاتة، في مواد سكرية، في دهون، في رياضة، في حاجات، وافلام رعب وافلام كوميدي وكل حاجه. مش لازم نلجا للمخدرات ولا للتدخين او النيكوتين عشان نفرزها. وده على فكره اللي احنا بنعتمد عليه تماما لما بنيجي نعالج حد من التدخين والادمان. بنديله ادويه تساعد على افراز الهرمونات. تاني برضو عشان الموضوع مهم فعلا، الهرمونات السعادة ليست هرمون واحد، وهي على فكرة مش هرمون. خلينا نكون علميين أكتر، احنا بنسميها هرمونات بس هي مش هرمون، مش بتفرز من غدة. هي الفكرة إنها مواد مختلفة في المخ وفي الجسم بصفة عامة، وهذه المواد بتساعد على إحداث نوع من حالة من الانبساط، حالة من الراحة، حالة من الاسترخاء. فهي طبعا الدوبامين، هي الادرينالين زي ما الدكتوره قالت، الامفيتامين، هي السيروتونين. حاجات كتيره قوي، مجموعه حاجه بتاعت 10 او 15 حاجه. كنا النهارده مع الدكتور وائل في لقاء وقال لي برضو الميلاتونين. طبعا الميلاتونين من الحاجات برضو كان طبعا طلعت موضه في فتره لافراز هذه الماده. بلاش بقى نتكلم علميين شويه، انها مواد بس احنا بنسميها هرمونات عشان خاطر يعني نديها شكل لذيذ كده، انما هي مواد مختلفه بتفرز في الجسم. نرجع نقول ان هي مجموعه من المواد. هذه المواد بتفرز في المخ وفي الجسم، بتساعد على احداث حاله من الاسترخاء، حاله من الانبساط. حاجات كتيره بتساعد على افرازها. ما نلجأش المفروض للحاجات اللي زي المخدرات والخمور وزي النيكوتين عشان نفرزها، لان زي ما بتفرزها، زي ما بتعود الجسم وبيحصل اعتماديه، زي ما بتضر بحاجات كتيره قوي في جسمنا. فمش شرط عشان اروح افرز هذه المواد اروح اشرب حاجه من المخدرات او النيكوتين. انا اساعد على افرازها بادويه، بحاجات مختلفه هنقولها دلوقتي كمان شويه، هتساعدنا كتير جدا على افرازها بشكل لذيذ، وهننبسط وهنبقى يعني سعداء وكل حاجه.
مع بعض. خلينا برضو نركز عليها اكتر ونقول طبعا ان مثلا ماده زي الاوكسيتوسين دي احد المواد. طبعا الاوكسيتوسين ده بيجي اكتر عن طريق الطبطبه. يعني كلنا فاكرين طبعا الاغنيه بتاعت حسين الجسمي لقيت الطبطبه. هو فعلا اللي بيطبطب على حد، اللي بيسمع حد، اللي بيحضن حد، الام لما بتحضن ابنها، الزوج لما بيحضن زوجته، الام والاب لما بيبقوا يعني حنينين في كلامهم وبيطبطبوا على ولادهم. كل الحاجات دي بتفرز الاوكسيتوسين ده، وبيحسس، بيدي طاقه، وبيدي يعني حاجات كثيره جدا. من ضمنها على فكره كمان المناعه بتتحسن بالهرمونات بتاعه السعاده، اللي اول حاجه فيها قلنا عليها الاوكسيتوسين، اللي هو بيتفرز من الطبطبه والاحضان والتواصل الجسدي اكتر. الدوبامين والسيروتونين محتاج حاجات مختلفه. يعني مثلا الشوكولاته بتزود السيروتونين اكتر. بس طبعا وانا بتكلم على الشوكولاته بتكلم على قطعه شوكولاته، مش عارف شايفيني ولا لا، قطعه صغيره يعني، مش شوكولاته كبيره يعني. وطبعا الداكنه افضل، لان احنا واحنا بنتكلم على السعاده مش عايزين ندخن عشان نفرز هرمونات السعاده، فممكن ناخد حاجه تبقى خفيفه. بالتاكيد الفواكه بانواعها مهمه جدا، هتساعد جسمنا على افراز الهرمونات ديت، الدوبامين والحاجات الاخرى والسيروتونين، وقليله طبعا في الكالوريز بتاعتها، فمش هتتخننا. مش لازم اروح للبسبوسه وللكنافه وللجاتو وللتيراميسو معرفش بقى، في شويه تشيز كيك والحاجات اللي هي طالعه موضه، وطبعا الناس بتتجنن عليها. بتفرز، بس مش لازم اروح لها، اروح للفواكه افضل. ومش معنى كده هنبطل خالص سكريات او هنبطل خالص بسبوسه وكنافه وقطايف، ورمضان داخل علينا كده ما اقدرش اقول الكلام ده، انما نقلل منها ونكتر من الحاجه الثانيه. طبعا زي ما بقول الرياضه ممكن برضو بتساعد على افراز الاندورفين شخصيا، وبيبقى الرياضه بتكلم حتى المشي العادي، وناس كتيره من اللي ممكن اللي بتحب المشي او بتمشي او في امكانيه عندها انها تمشي في مكانها، في بلدها، في منطقتها، في الارياف، في الحاجات دي طبعا بتبقى مفيده جدا على الافراز، بس لازم على افراز المواد ديت، بس لازم تبقى اكثر من 30 دقيقه. المشي العادي زي ما بنقول كده لذيذ. وعلشان كده اجدادنا وجدودنا، انا فلاح او يعني اساسا من المنصوره، فطبعا عشت شويه هناك، واجدادنا كان صحتهم كويسه بسبب ان هم كانوا بيمشوا وبيتحركوا وبيروحوا الغيط ويعزقوا. دلوقتي كل حاجه بقى مميكن، وبقينا طبعا كلنا بنعمل الموضوع بتاع الريموت، والموضوع بتاع التليفون اللي بيجيب الدليفري، والعربيه تودينا والاسانسير يطلعنا. فالمجهود البدني مهم جدا جدا جدا. طبعا انا شايف طبعا في اسئله او حاجه، ما اعرفش طبعا يعني في حاجه ممكن يعني لو نتوقف على كده لو حابين، او اكمل يا دكتوره عبير؟ لا، حضرتك كمل يا فندم، وان شاء الله في الاخر طيب. هنفتح الباب للاسئله باذن الله. اتفضل. طيب تمام، مش هنفتحه اتفضل. دلوقتي يعني، مفيش ابواب اه، دلوقتي، الابواب مغلقه يعني. ماشي. تمام. اتفضل. ماشي. طيب اتفضل. الحاجه المهمه قوي دلوقتي اللي انا بقولها دلوقتي، السلايد ده افتكروه دائما وابدا، هو ده المنطقه. انتم شايفين طبعا انا بشاور على المنطقه بتاعه افراز الدوبامين. المنطقه دي اسمها منطقه افراز الدوبامين، او دوبامين ريورد باثواي، اللي هي الحافز لافراز الدوبامين. طبعا اي ماده اللي احنا قلنا عليها، السكريات، المخدرات، التدخين، كل الحاجات دي بتخش على المخ، وبتفرز او بتثير مستقبلات معينه في المخ. طبعا ده يعني ده جزء تشريحي كده طولي في المخ، وبيفرز الدوبامين، وعن طريقه بقى بتتحسن الحاله المزاجيه في مراكز اخرى، والباقي الهرمونات بقى بتتفرز في المخ. على فكرة كمان نفس الأدوية والحاجات اللي احنا قلنا عليها والمخدرات، الارتباط الشرطي بحاجة، يعني ان انا اشوف شخص مثلا
يعني بيبسطني. اروح لمكان بسمع فيه موسيقى، بسمع ام كلثوم، بسمع عبد الحليم، بسمع عمرو دياب، عشان ما تقولوش ان عليا ان انا عجوز يعني. بسمع عمرو دياب او محمد منير او علي الحجار. بسمع قرآن، بروح الكنيسة وبسمع ترانيم. ان انا اشم ريحة بحبها، ان انا اشوف شخص يعني مبتسم. كل الحاجات دي بتساعد على افراز برضو الدوبامين والمواد الاخرى بدون دخول مادة الى المخ. يعني في مواد بتساعد على الافراز، وفي مواقف واشخاص وحاجات ممكن تساعد على الافراز. افتكروا السلايد ده لانه مهم جدا، وهو ده فعلا بيفسر لنا حاجات كتيره قوي بنشتغل عليها احنا بقى كاطباء عشان نفرز الدوبامين. وعلى فكره في قياسات وفي تحاليل لهذه المواد، ومن ضمنها كمان حتى الامفيتامين والادرينالين والنور ادرينالين. طبعا بنشوفها الاسباب، يعني بنسيب مثلا ممكن التحاليل دي ممكن نعملها عشان نشوف امراض معينه، او نشوف الافراز قد ايه. وعلى فكره كمان الناس بتوع النيوروفيسيولوجي او اللي هو علم الفسيولوجي او الفسيولوجيا او وظيفه الاعضاء، عندهم وسائل لقياسها برضو عن طريق كهرباء المخ. وطبعا في مواد معينه او حاجات معينه ممكن تتحقن تفرز لي فين بيتفرز ايه وقت لما تشوف فلان ايه فين بيتفرز ايه وقت ما الواحد ياخد حاجه معينه زي اكل مثلا او حاجه. ففي حاجات كتيره لقياسها، في حاجات كتيره لمساعدتنا على افرازها. فطبعا مهم قوي السلايد دي، ومهم ان احنا نتكلم عليها. طبعا انا علشان خاطر اقول بقى الحل، ما احنا مش هنقعد نتكلم علم وكلام كده وخلاص. العلم طبعا علشان خاطر نساعد على افرازها هقولهم سريعا، وبعد كده هتكلم بقى على الهيدن اجنده بتاعتي. انا الهيدن اجنده اتكلم على التدخين بصراحه، وهناخده كمثل طبعا. انما علشان نساعد على افراز هرمونات السعاده بصفه عامه، اول حاجه الراحه النفسيه والرضا، وان انت تبقى مرتبط بحد او حاجه او كيان او ربنا طبعا سبحانه، او قوه يعني اقوى مني، وعارف ان ربنا لا يريد بيا الا الخير. اتواصل معاه سواء بقراءه قران، بصلاه، اسمع دروس دينيه whatever. دي جزء مهم، وعشان كده الصلاة أحد الوسائل لإفراز هرمونات السعادة، عشان هي بتحولني إلى الرضا اللي بيفرز الهرمونات. طبعا مرتبط بيها طبعا مثلا ممكن محاضرات التنمية البشرية، مفيش مشكلة. الحاجات اللي ممكن زي ما قلنا المزيكا، الحاجات دي تساعدني طبعا على تهدئة نفسي، وده طبعا شيء مطلوب. بعد كده الحاجة المهمة قوي 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 اللي بنعملهاش كلنا هي النوم عدد ساعات معقول. بنتكلم من 6 ل 8 ساعات بدري، يعني ما ننامش متأخر، لأن كل ما تأخرنا كل ما الميلاتونين اللي هو أحد المواد بيفرز أقل. وطبعا أنام والنور شبه مطفي قد ما أقدر. اللي بيخافوا من الضلمة طبعا ممكن ينوروا نور بس ما يبقاش مباشر على عيني. الموبايل مش جنبي، بلاش فكرة أو قصة الموبايل اللي بيصحيني من النوم. ده في منبهات على فكرة احنا راكنينها ومش مالينها أو مش حاطين البطارية بتاعتها. بنخلي الموبايل مقفول واطلعه بره وابتدي افرز او اساعد على افراز هرمونات السعادة وانا نايم، الميلاتونين، عن طريق ان انا انام عدد معين. ما اشربش حاجه منبهه قبل ما انام، ولا حتى الناس اللي بتقول لك انا بشرب وبنام، لا، حتى اللي بيشرب وبينام قهوه او نسكافيه او الكلام ده ما بينامش نوم عميق. لان النوم احنا محتاجين نوم عميق عشان نتبسط في النوم، وعدد ساعات. يبقى احنا اللي قلناه الضلمه، الصوت والحاجات دي تبقى قليله. يا ريت نقفل الموبايل والواي فاي، دول مهمين قوي عشان يساعدوني ان انا اخش في الموجات او في النوم العميق. هيساعدني جدا على افراز هرمونات السعاده عندي ان انا انام نوم عميق. عشان تعرف انت حضرتك بتنام كويس ولا لا، شوف انت على مدار اليوم اول لما بتصحى بتبقى مقريف او مش مظبوط ولا لا، تصحى نشيط ولا لا، حلمت في النوم ولا لا.
على مدار اليوم بيجي لك كده ان انت تنام على نفسك ولا لا. لو الاجابه ان انا ما حلمتش، وان انا بصحى مش مبسوط، وان انا على مدار اليوم بيجي لي نوبات كده انام وانا بسمع محاضره ولا بتكلم مع حد، يبقى انت كده في مشكله في النوم، لازم تلجأ لمعمل النوم. النوم ده على فكره قصه ثانيه لازم نعمل لها محاضره. خلينا نخش بقى، خلاص نمنا. نتكلم بقى على الاكل، الخضروات، الفاكهه، الحاجات السكريه بصفه عامه. الزبادي والموز كويسين جدا علشان خاطر فيهم مواد بتساعد على هرمونات السعاده. القهوه كويسه، واحده بس في اليوم او اتنين مفيش مشكله. بلاش النسكافيه، لان النسكافيه فيه يعني زياده قوي في الكافيين، وفي نفس الوقت بروسيسد، مواد حافظه. والموز ممكن احط عليه عسل او شوفان، او احط عليه موز سوري الزبادي احط عليه عسل او شوفان، او احط عليه حبوب اللقاح، احط حاجه عليه تكسبه زياده. وطبعا الفاكهه لو اتحطت عليه هتبقى جيده. الموز بيتاكل لوحده جميل، بس مش هنزود فيه برضه عشان زياده الوزن. لو هاكل شوكولاته، هاكل شوكولاته صغيره، شوكولاته كده قد كده، يعني الحته دي الناحيه الثانيه عشان انا مش عارف شايفيني ولا لا. ما تبقاش شوكولاته كبيره. لو هاكل بسبوسه اخد حته صغيره، والجا للسكريات الاخرى اللي هي الغير مصنعه افضل، اللي هي الفاكهه والخضروات. يبقى احنا اتكلمنا على الارتباط بربنا سبحانه وتعالى، وسماع الموسيقى، والحضور المحاضرات، وقراءه كتب، والكلام ده بتحسن لي حالتي النفسيه وبتساعد. النوم مهم. الاكل، الفواكه والخضروات. ولو هنلجأ للقهوه او هنلجأ للشوكولاته، ناخد كميه بسيطه، وناخد الشوكولاته الدارك وكميه بسيطه منها عشان تتحسن. بالتاكيد المكسرات برضو مهمه. يا ريت اللي لسه مشغل الصوت يقفله، لان في ناس شكلها دخلت ما قفلتش، ما عملتش ميوت، او يشركنا في اللي هو بيقوله يعني. آه، نقفل الصوت بس بعد اذنكم. طيب بعد كده انا عايز بقى اتكلم على الحاجه بقى اللي انا ايه، يعني وقعتكم في او يعني اغرتكم بموضوع هرمونات السعاده دوت، وعشان اتكلم عليها، وهو التدخين. وبالتاكيد انا متاكد الحمد لله ان الاكثريه النهارده اللي موجوده مش مدخنه، بس نتكلم عليها عشان ابني او بنتي او جوزي او والدي او الكلام ده، الناس نقنعهم ازاي او ليه. ومش هاخد اكتر من 10 دقائق في هذا الموضوع. طبعا النيكوتين اسرع وارخص واسهل ماده بتاثر على الحاله المزاجيه، وبتساعد على افراز هرمونات السعاده. بس برضو ارجع واقول ان في مواد تانية وحاجات تانية الشخص بيستسهل دي وبيشوفها عند الناس فبيتقبلها وبيعملها بسهوله. وكل ما الواحد دخن اكتر، كل ما ارتباطه واعتماده على التدخين بيبقى اكتر. وطبعا السجاير هي الفيب والشنشو والبوري والمعسل، وبالتاكيد الانواع الاخرى اللي طالعه لنا جديد. وطبعا لازم نقول ان التدخين بيؤدي الى شيخوخه مبكره لكل اعضاء الجسم، لانه بيقلل الدوره الدمويه لاغلب اعضاء الجسم بما فيها المخ. وفي ماده اسمها اول اكسيد الكربون. عندنا في عياده التدخين في المعهد اللي هي يوم الثلاث من 12 ل 2، عندنا الجهاز اللي بيقيس نسبه اول اكسيد الكربون اللي هو بيطرد الاكسجين. فاللي عايز يبطل، واللي عنده حد عايز يبطل، يبعته لنا على العياده ان شاء الله نقيس له النسبه دي، ونحفزه ونحمسه ان هو يبطل. طبعا الصوره دي مهمه قوي، يعني عايزكم تدققوا فيها لانها لتوأم. هاتين التوأم او هذا التوأم، في واحده منهم مدخنه وفي واحده منهم غير مدخنه. في المحاضرات العاديه بسأل علشان خاطر اسمع منكم رايكم، بس انا عايزكم تدققوا ايهما انتم شايفينهم مدخنه وايهما غير مدخنه. اللي على اليمين طبعا اللي عندها تجاعيد واسنانها وشعرها ابيض هي المدخنه. الفيب زي ما بنقول او السجائر الالكترونيه بقت وسيله جديده للضحك على الشباب وعلى الناس اللي بتدخن، بس هي ليست اقل ضررا وليست وسيله للاقلاع. وفي حاجه اسمها التبغ المسخن، بقى نفس القصه، جهاز بيدخلوا فيه السجاير بشكل معين عشان تسخن، وبيقولوا طبعا انها اقل ضررا، بس ده مش حقيقي.
دايما في اي مجتمع هنلاقي الفقراء هم اكتر ناس بيدخنوا الكليوباترا او الكليوباترا البوكس والشيشه بيقولوا عليها الجوزه، والحاجات دي هي دي اللي منتشره. وبالتاكيد شبابنا واولادنا هم اللي بيدفعوا الثمن للاسف، واحنا بنشجعهم على التدخين، وبتبقى البدايه سجاره مع الشباب بيكمل، والنهايه بتبقى شخص داخل عندنا في مستشفى معهد الاورام او معهد القلب او اي مكان، او عايش ما راحش مستشفى بس عايش بمشاكل في جسمه. فطبعا التدخين، المدخن بيدخن سنويا حوالي 6000 سيجاره او 300 حجر معسل لو احنا بنتكلم على 20 سيجاره في اليوم. فيعني طبعا كميه بلاوي وزفت واطران وسموم موجوده كلها في السلايد ده، مش لازم نتكلم عليها. الشيشه ليست بعيده، بالعكس الشيشه في بعض الحاجات اكثر موجود فيها يعني مشاكل اكتر كتير من السجاير، وطبعا من اهمها نقل بقى الفيروسات والعدوى بكورونا وغير الكورونا كتير طبعا جدا. يعني في الناحيه الدنيا مش ضلمه قوي، انما في طبعا حاجات كتيره بتتحسن بعد ما الواحد يبطل، منها ان ضربات القلب بتقل، الاكسجين اللي احنا قلنا عليه بيتحسن في خلال 12 ساعه، ثم تتوالى الامور. طب ليه الناس ما بتبطلش؟ لان في حاجه اسمها الاستعداد، لازم يبقى عنده اهميه ان هو يبطل عشان ولاده، عشان صحته، عشان فلوسه، علشان الحاجات اللي بيحرقها، علشان اي حاجه، ويبقى عنده ثقه في القدره على الاقلاع نتيجه وجود دكتور او ادويه. ودورنا احنا كلنا ان احنا نرفع الاهميه للشخص مش ليا انا. يعني هو واحد ما بيهموش صحته بس بيهم ولاده، اركز معاه ازاي يخلي ولاده يعني يبقوا هم المهمين عنده اكتر من السجاير. والثقه ان احنا نقول له ان في حاجات وفي علاجات. طبعا في اسباب كثيره ان الشخص بيكمل في التدخين، الاعتماديه اهمها، وبيبقى ارتباطه بيها وارتباطه بحاجات كثيره، وطبعا الهرمونات اللي احنا قلنا عليها بتبقى احد الاسباب. ودايما في مبرر لما تيجي فرصه هبطل، انا ان شاء الله ممكن ابطل في اي وقت، انا هبطل تدريجي، انا هاخد شيشه، انا هاخد فيب، انا هاخد نوع اقل من النيكوتين. وكلها طبعا بتبقى مش يعني كلها مبررات. وطبعا الكلمه بقى ان انا بطلع فيها قرفي، لو حلال ادينا بنشربها، لو حرام ادينا بنحرقها. وفي ناس بتموت كده كده وبتاعي وهي ما بتدخنش، واصل انا بحبها، واصل الدكاتره نفسهم بيدخنوا، والجو بتاعنا وحش، يعني بيقعد بقى مبررات كثيره. الحل في طبعا وسائل واسلوب، هذا الوسائل والاسلوب المفروض تبقى من خلال العيادات والمتخصصين. طبعا عندنا طبعا خطوات بيمشي عليها الشخص اللي عايز يبطل، وبنساعده بان هو يحدد ميعاد، بان هو يرمي الحاجات الولاعه والكلام ده، ياخد ادويه احيانا، ينظف سنانه ويشتغل على السواك واللبان والقرنفل في الفم. في حاجه اسمها مشروب الديتوكس، في حاجات بيعملها وقت ما بيبطل، حاجات كتيره بقى تساعدنا على افراز اللي هي الهرمونات، اللي هي زي الشوفان والجزر والكرفس والشاي والجنزبيل، الشاي الاخضر والكاموميل والجنزبيل والعسل الابيض والزيت الحار. كل دي بتساعد كثيرا، ويقلل من القهوه والبيبسي والنسكافيه والمواد الدهنيه، بتساعد كثيرا. انا كده خلصت. عايز بس ايه اعرض حاجه كده. وعلى فكره الزوم هيخلص خلال 5 دقائق، فانا اعتقد ان احنا هنعمل يعني نخش على نفس اللينك تاني، نعمل جزء بقى للاسئله. فهعرض بس الفيلم ده اذا اشتغل، يعني ان هو في مسابقه كده هديكوا جايزه عليها لو عرفتوا انا عارضه ليه. مش عايز يتعرض للاسف، ومالكوش بقى نصيب تاخدوا المسابقه. كنت هدي جايزه كيلو عسل بالهرمونات السعاده في نهايه او للي هيجاوب على السؤال اللي انا عارض بسببه هذا الفيلم. بس الفيديو للاسف دكتور اشتغلش. أنا آسفة لو اتفضل. بدخل، ممكن حضرتك تعمل عرض للسكرين نفسها وتشغل؟ عرض للسكرين؟ انت عايزه الهديه بقى شكلك كده يعني. لا للاسف. احنا كلنا محتاجين الهدية. للاسف مش شغال. فهحاول اشوفه كده، بس انا ما اعرفش اذا قدرت اوصل له دلوقتي. ثانيه واحده.
طب انتوا ممكن تتكلموا لحد يعني خلي المسابقه دي عشان انا عايز اوفر الفلوس بصراحه بتاعت الكيلو العسل ده. احنا عايزين الهديه يا دكتور. ما انا خدت بالي، انا دبست نفسي يا خساره، انا ما اعرفش ان انتوا ماديين قوي كده. احنا كده كده معانا 4 دقايق وينتهي الجزء الاولاني. طيب لو حضرتك عندك اي سؤال توجهه للستاف اللي معانا حضرتك اتفضل، وبعدين هنرجع نستقبل من حضراتكم لو في اي اسئله. طيب تمام. انا عايز اعرض في ال4 دقايق ده الفيلم ده، انا ثانيه واحده هشغله على طول. في حاجه طبعا مش واضحه، او يعني حاسين ان في حاجه اتقالت ناقصه ان احنا نتكلم فيها، او ولا نخلينا في الاسئله بقى في الجلسه الثانيه؟ استنوا، انا لقيت خلاص الفيلم اهو الحمد لله، ثانيه واحده. تمام. طيب الحمد لله. العسل هيجي اهو. سامعين الصوت ولا لا؟ الحمد لله. لا للاسف يا دكتور. طب كويس، مش مشكله، هو مش محتاجين. شايفين المنظر ده؟ طيب شايفين ايه؟ هو مفيش حاجه شغاله يا دكتور لسه. مفيش حاجه لسه اشتغلت، هي الصوره حضرتك اللي معروض البرزنتيشن السلايد اوكي طيب كأنه مبنى، يبقى لازم اعمل فعلا شير اوكي شير سكرين حضرتك اعمل شير سكرين عشان تظهر السكرين الديسكتوب عند حضرتك وشغل الفيديو. كده اشتغل. طب كده ظاهر. كده تمام. طيب شايفين ايه؟ اشتغل. في طفل كده واقف على ايوه طفل بره يقع في الشباك. بي نبص بس عليه. بيبي عمال بيتحرك على الشباك. انا شفت الفيلم ده قبل كده. اللي مش قادر يبص على المنظر ده مش هيقع، مش هياخد العسل. مش هياخد العسل يا ولاء. ليه تبوظوا الموضوع؟ لا طيب هو طبعا المنظر صعب على فكره جدا ولسه هتشوفوا منظر دلوقتي، هتشوفوا منظر دلوقتي مهم جدا. هذا الطفل طبعا طالع العماره، طبعا انتوا اللي شاف الفيديو قبل كده طول العاشر مثلا يعني. فالولد دخل الحمد لله، بس طلع تاني. هتشوفوا بقى. انا بس بعرض الفيديو ده عشان تقولوا يعني حاجه معينه في دماغي، فانا عايز تقولوا لي ايه اللي في دماغي، بس نكمل الفيديو الاول. واحنا جالنا توتر بس. هرمونات السعاده قلت عندنا كده يعني. احنا كده عايزين سيجاره. لا دي مش هرمونات، ده ادرينالين اللي قالي دلوقتي. طبعا ادرينالين بالظبط. ايوه طبعا. لا التوتر بيزيد. خلاص هو يعني خلاص عشان ما نبطل توتر. هو الولد الحمد لله دخل ما ماتش الحمد لله زي ما الدكتوره قالت. الحمد لله. طيب فخلينا نفكر كده، ولان هو فاضل دقيقه ونرجع تاني علشان خاطر ناخد الكيلو العسل بقى ان شاء الله. طبعا عايز اعرف انا ليه عرضته دوت، وايه ربطته بالتدخين، وايه ربطته بالكلام اللي انا كنت بقوله من شويه يعني. هنتكلم فيها ولا نستنى احسن بعديها؟ نقفل ونرجع. بالظبط كده احسن. نقفل ونرجع على طول. بالظبط كده. ماشي خلاص. نرجع تاني كمان دقيقه بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي اتفضل.